السلام الخوت، نتمنى تكونوا بخير. معكم ياسين كنروي في فلوق جديد. دابا الخوت شوفوا شحال الساعة 6 ديال الصباح. غتقولوا ياسين علاش فايقدام؟ بغيت نبارطاجي معكم النهار ديالي كيفاش يدوز، ما بين كيفاش كيدوز الروتين ديالي الصباح وما بين كيفاش كنتريني في لاصال ان شاء الله. المهم الفلوق غادي يكون كامل موتيفاسيون، كامل سبورتيف لاي واحد كيعقل الصباح بكري ما كيقدرش يفيق. غتشوف اخويا كيفاش النهار كيدوز الصباح وكيفاش كتضيع عليك ملي كتبقى ناعس. المهم خليكم معايا نوصل للغابه، نديرو شويه ديال الكارديو تما اللي شحال هادي ما درتوش. المهم اخوت كيفاش كتشوفي دابا عيني منفوخه مزيان، غنديرو مضيدرات على قبل الساعه، نحاولوا نستغلوا قبل ما تدخل الشمس. وديك الساعه نشوفوا الا قدرنا نفطروا في بوسكوره في الغابه، يكون واحد فطور بلدي لا يكون فطور صحي. ديك الساعه غادي نبارطاجي معكم. المهم خليكم معايا هاد النهار غتعيشوا معايا كيفاش كيدوز عندي الصباح ديالي، وموراها كيفاش كنمشي لاصال وكنتريني. يلا وصلنا دابا للغابة، غنديرو واحد سويعة ان شاء الله، نشمو الهواء النقي ان شاء الله، ونديرو شوية ديال الكارديو، نديرو شوية ديال لي موفمون. من موراها ناخدو هنا واحد الفطور بلدي ان شاء الله، نرتاحو ديك الساعة ونمشيو نضربو واحد الحصة ديال الفخاد اللي كاملة موتيفاسيون. المهم نستغلو دابا الطبيعة وفي نفس الوقت نوريكم الاجواء ديال الغابة كيفاش كتكون في الصباح. دابا راه باقي الدنيا باقا خاوية، كاينين ناس قلال، راه واحد شويه غادي تتعمر. حنا اون فوا تبدا تعمر ان شاء الله نكونوا ديك الساعه راه سالينا. الجو يا سلام، دابا 26 الغابه باقا خاويه. يبان لكم واحد بوحدو اللي كاين غير انا وياه. راسي كنعيا مبغيتش نفورت على راسي كثر. المهم درت شويه ديال الكارديو، شويه ديال لي شوفمون، سخنت شويه الميسكل، درت شويه ديال التراكسيون
حيت باقا تابعاني الحصه ان شاء الله ديال الفخاد اللي غادي نبارطاجيها معكم. كيف قلت لكم انا غادي على الجهد ديالي، ما بغيتش نفورسي بزاف، غادي تدريجي. اهم حاجه هو السبت تمرد الجو اللي صباحي زوين بزاف، الدنيا باقا خاويه، يلا الناس باقيين كيجيو شويه. حاول نفيق بكري باش نستافد، باش نفطر ديك الساعه نرتاح شويه، ومن موراها غنمشيو نتريني واحد حصه الفخاد اللي غادي تعجبكم بزاف. خوت هذا هو الفطور عندنا، براداتاي حسوه، بيضات بلديين بسمن، بدا بلديه والعسل. المهم هذا هو الفطور ديالنا الخوت من بعد هاد الحصه الصباحيه. قبل ما بغيت نمشي لاصال بغيت نرتاح شويه قبل حصه الفخاد. عندي هنا قهوه كحله اللي قاصحه مزيان، كناخذها بلا سكر انايا. غنطلع نبدل عليا الحوايج، نرتاح شويه واحد ساعه ولا ساعه ونص. ديك الساعه غادي نمشي نيشان باش نضرب واحد حصه ديال الفخاد لا تكون كامله موتيفاسيون. ملي كنقول لكم موتيفاسيون غادي تحضروا معايا ان شاء الله وخليكم معايا. كيعجبني التريني تكون لاصال خاويه، جيت دابا الصباح بكري غنترينو حصه الفخاد لا تكون كامله موتيفاسيون اللي غادي نبارطاجيها معكم. الغابه على الصباح بكري سالينا بلاصال. غادي يدوز عندنا نهار زوين. ملي كتبدا نهارك بالرياضه راه كتنسى الحياه كامله. قلت لكم غنديروا واحد 10 دقائق ديال الكارديو، ولا نقول لكم من اهم لي ميسكل اللي كيعجبوني نترينيهم. الا تقولوا لي وايلي هو حصه الفخاد كتعجبني، شحال درت كنترينيها حتى 2 مرات في السيمانه. نقول لكم انا التصويره كيف كانوا الفخاد ديالي شحال هادي، والحصه اللي ما عنديش معها راه هي الظهر. سبحان الله شحال هادي كتعجبني حصه الفخاد، كتعجبني حصه الظهر. تقدر تكونوا بحالي ونقول لي في لي كومونتير شنو هي الحصه اللي كتعجبكم من غير الصدر. الصدر راه كتعجب كلشي، من غير الصدر قولوا لي الحصه اللي كتعجبكم. خوت اول تمرين هو هذا ليك اكستونسيون، كندير فيه 4 ديال لي سيري 15 12 10 8 بوان. اللي كنبدا بها من بعد كندخل نيشان سكوات، ما كنبغيش ندخل نيشان سكوات على ظهري كيكون كيضرني. اما ملي كنسخن في الكارديو وكنجي الاكستونسيون نبدا بها كتجيني ساهله. ثاني تمرين هو ندخل سكوات ونشوف البوان اللي نقدر عليه. اليوم نشوف اكثر بوان اللي نقدر عليه انا هو اللي غادي نصور لكم ان شاء الله 40 كيلو، ونشوف اتقل بوان اللي نقدر نوصل ليه بالمرحله اللي فيها انا دابا هي المراجعه. واللي قدرت عليها نصور لكم، ما خبي لكم والو ونخليكم معايا. ونزيد البوا وصل اتقل بوا اللي نقدر عليه. ممكن تشوفوني سخان راه هي حالتي هاد الساعه. وصلنا دابا ل 60 كيلو، نجرب حاده ونشوف واش نقدر نوصل 10 ديال النقط ان شاء الله.
الخوت دابا 80 كيلو، نجرب واحد نشوفو كيفاش واش نقدر ولا لا. اول مره قسما بالله الخوت اول مره 80 كيلو من بعد تقريبا عام ونص. الا ما درت هكا راه ما نتحداش راسي. نتوكلوا على الله ونشوفوا. بسم الله. ثلاثة نقاط الخوف هما اللي معايا. هو هاد ليك بريسر غادي نشارجي فيها مزيان، ونخدم واحد 4 ديال لي سيري على حقهم وطريقهم. 90 100 110 120 هنا 15 ولا ندير 15 ان شاء الله 150 كيلو. الثقل اللي كنوريكم دابا راه شي واحد اخر يقدر يضرب حتى 500 400 كيلو. كنقول لكم انا الجهد ديالي دابا اللي غادي عليه. يقدر انسان اللي يبان ليه الكره خفيف، ولكن بالنسبه لي انا اللي يلاه راجع راه ما خفيفش اخويا. بسم الله. تمرين في هذا اللور هو هذا 2 3 4 5 6 7 9 والله نخاف العافية 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 نحسها. ثاني تمرين هو هذا هذا اخر تمرين هو لي مولي. كنحاول ما نثقلش فيه، ولكن كنحاول لي مولي نخلي فيهم لي بوان. بحال السيري الاولى نقدر نوصل 15 بوان 20 بوان راه مزيان، حيت هما عضله صغيره وما كيبغيوش تقل بزاف. توكل على الله.
والله الخوت من احسن الحصص اللي خدمتهم انا صراحه. من دابا تقريبا شي شهر ونص وانا راجع كنتريني، كنحس بالفرق بالنسبه لي. انا ما كنعياش بزاف، في نفس الوقت كنقدر نكمل الحصه، واهم حاجه هو كنقدر نتحمل الثقل. شحال هادي راه الثقل خفيف ما كنتش كنقدر عليه، ولكن الحمد لله هادشي هو لوبجيكتيف اللي غادي عليه شويه بشويه ان شاء الله. يلا دخلت دابا للدار، الفلوق سالا كاويت عييت. قبل ما نكمل الفلوق نتمنى يكون عجبكم هذا الفلوق اللي درت فيه المجهود ديالي، اللي حاولت نبارطاجي معكم النهار ديالي كيفاش كيدوز. هذا ما كان الخوت. ما تنساوش كومونتير، ديروا جيم. اللي اول مره يطلع لي الفيديو ما مابونيش فلاشين يتابونا فلاشين. وما تنساوش هذا هو الانستغرام ديالي، دخل تما راه كنبارطاجي الحياه اليوميه ديالي اللي ما كنديرهاش هنا في لي فلوغ، راه كنحطها في انستغرام. هذا ما كان الخوت، ونتلاقاو في الفلوق الجاي. وما تنساوش راه ما كاين غير الموتيفاسيون.